السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لومي لومة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وسلامة. وحشتوني جدا 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 بجد، بقالي كتير جدا ما دخلتش المطبخ وما صورتش ما وقفتش معاكم وما حضرتش معاكم الغدا، لكن كان غصب عني. أكيد طبعا انتوا عرفتوا ان انا كنت تعبانة جدا والله ولا زلت، ولكن يعني بنعافر الحمد لله على ربنا يديهولنا كله خير ونعمة من عند ربنا. زي ما انتوا شايفين كده النهارده هنعمل الغدا بتاعنا بسله. وطبعا عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه قوي، بما ان الشهر الكريم قرب فاحنا طبعا بنبتدي بقى دلوقتي، خلاص مفيش وقت. وانا اتاخرت السنه دي بسبب الظروف اللي انا مريت بيها، تعب بقى وانتوا عارفين يعني اللي بيبقى تعبان ده بيبقى عقله واقف مش بيعرف يفكر. فانا قررت اني كل يوم مع الغدا العادي بتاعنا بقى بتاع البيت هاخد شويه حاجات كده افرزها لشهر رمضان. نبدأ الأول كده بالراحة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل البسلة بتاعتنا بالطريقة العادية جدا جدا. حمرت بصلاية في حتة سمنة حلوة كده محترمة، وحطيت معاها حتتين ليا عشان بس ايه ما تقولوش ان انا ما قلتلكمش. حتتين ليا كده سرقه من ورا العيال عشان ما حدش يشوفها ويقول لي مانيش واكل. المهم بعد ما البصله بتاعتي اصفرت شويه حطيت معاها قرن فلفل حراق وشوحته عشان يدي تست حلو كده للاكله بتاعتي، ونزلت باللحمه اللي انا حطيتها كده قدامكم، شوحتها تشويحتين، وحطيت الطماطم اللي انا ضربتها وصفيتها، وكمان معلقه سكر عشان تعادل الحموضه بتاعت الطماطم. طيب دلوقتي بقى عبال ما اللحمه بتاعتي تستوي في الطماطم هبتدي اقشر الجزر والبسله، الجزر والبطاطس اللي هحطهم على البسله. قشرت بطاطسايه كبيره، قشرت تقريبا 3 جزرات او 4 جزرات مش فاكره. المهم وهغسلهم كويس، وزي ما انتم شايفين كده حاطه مفرش على الرخامه علشان بقى يتلم كده على بعضه في الاخر ويترمي على طول. طيب بصوا بقى هنا هقطع الجزر وهقطع البطاطس، يعني بصوا قطع صغننه اللي هو مكعبات صغننه قوي، بحيث ان هي ما تبقاش البسلايه صغنططه كده والقطع بتاعت الجزر كبيره وما تستويش. هقطع الجزر وهقطع البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكره البطاطس بتدي طعم حلو قوي للبسله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. اللهم صل على رسول الله. زي ما انتم شايفين كده ما زلنا في مرحله تقطيع الجزر وتقطيع البطاطس. طبعا البسله عايزه اقول لكم ان انا ما اشتريتهاش طازه، بما اني هنبتدي نعمل تفريزات رمضان فاكيد بنفضي الفريزر، يعني بندور بقى على اي بواقي في الفريزر بنحاول نطلعها نستغلها اليومين دول بما اننا مش فاضيين، وكفايه علينا قوي ان احنا بنشتري الحاجات اللي هنشيلها لشهر رمضان، فما يبقاش شراء حاجات وكمان شراء اكل بتاع كل يوم. لا انا بقى اليومين دول بقى لي فتره بطلع البواقي اللي موجوده عندي في الفريزر وبعملها غدا كل يوم. يعني مثلا لقيت كيس بسله، لقيت في يوم باكت فيه نص كيلو فراخ بانيه على فرخايه بيضه بتاعت شوي كده. بصوا اهو كيس البسله اهو حطيته على جزر وبطاطس بقى ما شاء الله. بصوا حبه قد ايه والله قعدوا عندي بجد. يعني اتغدينا يومها وتاني يوم زاد كمان شويه. كملت عليهم مش فاكره كملت عليهم ايه. المهم يعني عايزه اقول لكم ان كانوا شويه حلوين جدا ما شاء الله. اتغدينا وزاد مننا كمان واتغدينا منهم تاني يوم. ايوه قليت جنبهم كرنبيت، كان عندي كرنبيت في الفريزر برضو، كانت امل اختي وانا تعبانه جايبه وعامله للولاد وزاد منها وحطيته لي في الفريزر. بصوا هنا بقى كميه الجزر الكبيره دي مش معقول طبعا دي بتاعت البسله، لا ده الجزر ده هيتشال يا امامير. جايبه هنا حوالي 6 كيلو جزر. زي ما انتوا شايفين بفضي بقى الخضار اللي هشتغل فيه عبال ما الاكل بتاع الغدا يستوي. اكون انا برضو عملت لي كام حاجه كده وانا واقفه. جايبه ما شاء الله 5 كيلو ملوخيه، بس انا جايباها متقطفه تمام، يعني بشتريها وبخلي الخضري نفسه عنده ناس بينضفوا الخضار. كل واحد ربنا بيبعت له رزقه، طالما قادره خلي الناس دي كمان تسترزق منك، يعني ما فيهاش حاجه لما تسيبي الخضار للصاحب نصيبه وينضفهولك وياخد اللي فيه النصيب طالما قادره. لكن لو ده هيرهقك ماديا هاتي خضارك ونضفيه انت بايدك. وضحت لكم المعلومه اهو. هنا بقى البسله بتاعتي كانت استوت، وهحط هنا حوالي 3 4 فصوص توم كده اهرسهم بالهراسه بتاعت التوم. وبعدين هبتدي بقى اظبط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وسنه كمون، وتبقى كده الغدوه بتاعتي 100 100 جهزت. وبجد والله كان طعمها سكر. جربوا البطاطس مع البسله تحفه.
خلاص كده البسله بتاعتي استوت، وبصوا اتشكشكت واتسبكت ازاي. طيب تمام كده الحمد لله. في ناس بتحب تعملها ني في ني، بتبقى جميله برضو. هنا انا هختبر الجزر والبطاطس اشوفهم استووا ولا لا. استووا تمام التمام كده، شكرا. هطفي بقى على البسله، وكنت عامله كمان شويه رز بالشعريه وحبه سلطه. هنا بقى كنت بغرف الغدا علشان بجد جاعوا بقى، قالوا لي يلا بقى كفاكي كده احنا عايزين ناكل. غرفت الرز اهو، بس الرز بالشعريه ايه ولا يا ولا بيقول. المهم وهبتدي بقى اغرف طبقين بسله كده، وهوريكم دلوقتي زاد بقى قد ايه. بصوا ادي البسله بتاعتي ايه، قمر قمر بتزرغط كده في الطبق. ده طبق، وادي الطبق التاني اهو هبتدي اغرف فيه اهو. وكده تمام التمام. هنروح بقى نتغدى، وبعد الغدا نستأنف. هنا بقى اتغدينا وشربنا الشاي، وامل اختي جت وقعدنا مع بعض شويه، وقلت لها خليكي بقى قاعده قدامي كده، وانا بقى اخش المطبخ اخلص المطبخ، وبعدين ابتدي بقى اشتغل في التفريزات ونرغي مع بعض وانا شغاله. هنا خلصت المطبخ بتاعي، حطيت المواعين في الغساله. وبصوا هتقولوا لي انت ليه البنات مش بتساعدك؟ يا جماعه البنات مش سايبيني وبيساعدوني، وبجد يعني واقفين في ظهري، ويعني انا بعملش حاجه لوحدي، ولكن لما بكون بصور انا اللي بشتغل بايدي. طب لما هدخل لكم البنات تشتغل يعني، ويعني انتوا عايزين لومي في المطبخ يعني. فعشان كده البنات في ساعه التصوير خلاص انا اللي بشتغل، فهمتوني؟ لما اكون ما بصورش هم اللي بيكونوا شغالين. هنا بقى بعد ما خلصت المطبخ ومسحت البوتاجاز والرخامات وخليت المطبخ زي الفل، خلاص بصوا بقى المطبخ رايق وبيلمع ازاي. اشتغل في تفريزاتي بقى. الملوخيه كنت نقعاها في ميه، شايفين الميه شكلها ايه؟ طينه خالص. بصوا بصوا سواد. المهم هشطف طبعا البوله اللي فيها الملوخيه، وهبتدي انزل بالملوخيه تاني. بصوا لحد الميه ما تروق وتبقى صافيه. هنا بقى اتاكد ان ما فيهاش اي تراب او طينه، اقدر اصفيها بقى وافرشها على ملايه. هوريكم دلوقتي هعمل فيها ايه. المهم يعني ده تاني دور، كنت احط الملوخيه في الميه واسيبها بقى ايه تتنقع برده شويه. في المرحله دي بقى هبتدي اغسل الجزر بتاعي واقطع الحتتين اللي فوق وتحت. الجزر بقى علشان طازه جدا جدا بجد، الجزر جايلي بصوا فريش خالص بجد زي اللي جاي من الغيط عليا. ففي الحاله اللي زي دي انا مش بقشره، يعني مش بشيل القشره بتاعته اللي بره، لكن لما بيكون بايت ودبلان كده وشكله مش حلو بضطر ان انا اقشر القشره. لكن القشره هنا بتاعته رفيعه جدا ومش باينه، فانا ما قشرتهاش. هغسل الجزر كويس جدا جدا كذا دور، طبعا ده اخر دور، وسيبته على جنب. وهنا برضو متهيألي ده اخر دور بقى للملوخيه. طبعا مش هقعد بقى افضل اصور في كل شويه اصفي الميه واحط ميه تانية، بس عايزه اوصل لكم اني الملوخيه اتغسلت كذا دور واتنقعت كتير عشان اتخلص من كل اللي فيها. هبتدي بقى هنا بصراحه الكبه نفعتني جدا ان انا بشرت الجزر، وكمان قطعت منه حلقات وقطعت منه مكعبات صغيره. تمام. الحلقات طبعا انا بستخدمها في شوربه الخضار، في حاجات كتير يعني، هنبقى نستخدمها مع بعض ان شاء الله. والبشر بتاع الجزر طبعا بيخش معايا في حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب هنا بقى خلصت بشر الجزر، هبتدي اشتغل في الحلقات. غيرت السلاح بتاع او الشفره بتاعت ايه ده انا لسه ببشر. لا 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 اهو الحلقات اهي. غيرت الشفره وبدات اعمل الحلقات. قلت اكل جزرايه بقى، حكيم النظر راح في داهيه، فايه قلت اكل جزرايه بقى، كان طعمه جميل ومسكر قوي. شكرا الف هنا يا لومي، كل يا لومي جزر. خلاص كده خلصت كميه الجزر بتاعتي كلها، وهوريكم المبشور بقى شكله ايه. بحب شكل الجزر جدا وهو مبشور، لونه حلو قوي. وده طبعا شويه كده مكعبات صغننه. انا عايزه اقول لكم ان انا بوريكم قدام الكاميرا انا بعمل ايه، لكن بقيه الكميه بصراحه بدي الامل وهي قاعده اقول لها خدي ساعديني، وهي قاعده كده بره كانت بتساعدني وبتقطع معايا بصراحه. وادي المبشور وادي مكعبات وادي الحلقات. بالتمني بصوا بتمد ايدها وتاكل حته ازاي. تمني دي اعمل فيها ايه؟ طيب بصوا داخله مجنونه، داخله تاكل حته جزر، مش داخله تضحك عليا ببوسه. المهم هبتدي بقى اعبي الجزر بتاعي في اكياس. والجزر على فكره لما بتيجي تاخدي منه بيبقى سهل، يعني بيطلع معاكي بسهوله، مش بيبقى متجمد قوي في نفسه كده. يعني ممكن تحطي لو عامله انت كميه عايزه تحطيها في كيس واحد حطيها ما تخافيش، يعني مش هيغلبك وانت بتطلعيه من الكيس وهو مجمد كده. انا عندي الاكياس اللي هي بتتقفل ذاتي دي،
حلوة قوي على فكرة، بس اتضايقت ان انا ما جبتش منها الحجم الاصغر من ده. للاسف طلع الرول كله الحجم ده، وكمان كان فاضل كام كيس كده يعني وخلصوا مني على الاواخر، يعني ان شاء الله لما اروح فتح الله هبقى اجيب تاني. طيب احط بقى، انا كده شلت الجزر المكعبات، بصوا عماله ارغي مع امل ازاي، وده الجزر الحلقات. تمني هنا بقى غالبا مش عارفه كانت داخله تعمل ايه في المطبخ، يعني انا مش فاكره بصراحه، كانت داخله تحوس في حاجه اكيد يعني. المهم هي واقفه تشتغل في حاجه، انا عايزه افتكر كانت بتعمل ايه، مش قادره افتكر، بس هقول لكم دلوقتي هيبان. طيب دلوقتي بقى حطيت باقي الكميه بتاعت الجزر، ادي الحلقات وحطيت المبشور وكمان المكعبات، يبقى احنا كده خلصنا من بند الجزر. طبعا الملوخية لازالت محطوطة في المية ما تصفتش اهو. بصوا هعبي بقى، طلعوا حبة جزر حلوين قوي بصراحة، يعني هينفعوني. وعلى فكرة الجزر بقى من الحاجات اللي بتبقى تقيلة على قلبي في رمضان، ان انا اقعد ابشر جزر بقى ومش عارفه ايه، بزهق بصراحه، فبحبه يبقى جاهز قدامي، هو والفلفل الالوان. طبعا هنشوف دلوقتي، انا معايا جزر ومعايا فلفل الوان، معايا ملوخيه، معايا شويه حاجات حلوين كده ايه، وطماطم كمان، هنعمل حبه كده ايه جامدين يعني مش اي كلام. طب ادي الفلفل الالوان، جبت كميه برضو كبيره عشان اقطعه ويبقى جاهز معايا على الاستخدام على طول. هحطه بقى في البوله دي وهغسله كويس قوي قوي قوي، وهوريكم دلوقتي هقطعه ازاي. ولكن طبعا على فكره ما عملتوش لوحدي برضو عشان حرام، لازم حق الله اقوله يعني. تمانية داخله تعمل عسل بالطحينه، ماشي. افتكرت، ايوه كانت رجعت من الدرس عشان هي ما اتغدتش معانا، وقالت لي لا ماما معلش ماليش مزاج للبسله. قلت لها طب عايزه تاكلي ايه؟ قالت لي انا عايزه اكل بيض بالبسطرمه اهو اهو، وعايزه عسل وطحينه. قلت لها خشي اعملي. هي بصوا الملوخيه هنا بقى بعد ما اتصفت حطيتها على ملايه نظيفه على السفره بره وسبتها تتهوى، انا بحبها كده يعني، فاهمين؟ مع اني عندي اللي هي نشافه الخضار، بس انا بحبها بالطريقه البدائيه دي، مش عارفه ليه. وبرده بحب اخرطها على المخرطه بالطريقه البدائيه، ولو انها اخدت نص الكميه هنا وعملتهم كلهم بالمخرطه، لكن النص التاني بصراحه تعبت، ايدي وجعتني، فقررت ان انا اعمل بقيه الملوخيه في الكبه. يعني انا عملت نصها على ايدي والنص التاني عملته في الكبه. القديمة تحلى يا جماعة، الطريقة القديمة دي جميلة بصراحة يعني، وطريقة المخرطة دي يعني معلش مفيش أحسن منها. والله بحس إن طعمها بيتغير، يعني الملوخية المخروطة بالمخرطة غير الملوخية اللي مفرومة في الكبة خالص، مش عارفة ليه. حتى الحاج كمان ما بيحبنيش أعملها في الكبة، بس أنا بقى إيه، هو ما شافنيش وأنا بعمل الحبة دول في الكبة بقى بصراحة، كان مشغول، فأنا رحت بقى بسرعة بسرعة كده، دي أنا خرطتها كلها بالمخرطة. كذبة بيضة بقى. هنا بحط بقى الكميات، بصوا بحط بقى كميات الملوخيه اللي هو مثلا على قد طبقين، فاهمين؟ يعني مثلا الكيس يعمل لي طبقين كده على قد الفطار، بحيث ان ايه الاكل ما يزيدش. خلاص كلنا يعني في رمضان بيبقى تقيل على قلبنا الاكل البايت، وخصوصا عيالنا بيدوخونا، فاحنا نعمل ايه بقى؟ نعمل كميات صغيره على قد الفطار، باستثناء العزايم طبعا، هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن اخلي فيها الاكل لتاني يوم، يعني بيزيد مني اكل في العزايم فممكن ناكله بقى تاني يوم، مفيش مشاكل خالص طبعا، احنا مش هنرمي نعمه ربنا. وعلى فكره حتى لو الاكل زياده، عشان في ناس بيقولوا حرام كل ده اكل عاملاه في غيرك مش لاقي اللقمه، على فكره الاكل ده ممكن يكون طالع منه لناس، يعني مش لازم الواحد يقول يعني انا عامله كميه، لكن الكميه دي مش لينا لوحدنا اكيد يعني. بصوا بقى يا جماعه، هنا بعد ما خلصت الملوخيه وخلصت الجزر بصراحه كان الوقت اتاخر، فكملت تاني يوم. بصوا تاني يوم بقى رحت ماسكه الفلفل مقطعاه، وامل ساعدتني فيه، وتمني ساعدتني في اكله. خلاص بتخش تاكل وتطلع، باي باي يا اختي. المهم هنا قطعنا كميه الفلفل كلها، بصراحه برضو كانت حبه حلوين، انا مبسوطه جدا بيهم يعني. قطعت مكعبات صغيره بحيث ان هي تتحط على العصاج، تتحط في حشوه سمبوسه، تتحط في حاجات كتير جدا بيخش فيها الفلفل الالوان، شاورما، شاورمه فراخ، اي حاجه بصراحه انا بحب ازرقه كده في اي حاجه. قطعت كميه فلفل محترمه، وهنشوف دلوقتي. بصوا مش مبطله كلام طول ما انا واقفه، دو 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 دو. ماشي ماشي، حلو حلو كلام حلو. ايه ده، انا كنت بستحلف لحد بالسكينه ولا ايه؟ هموت حد ولا ايه؟ تمام ماشي. هنا بقى هكمل بقيه الكميه بتاعه الفلفل كلها، وعايزه اقول لكم اني
أميرة، صح، أميرة هنا طلعت لي عشان كان عندي مشكلة في الموبايل وقلت لها اطلعي لي عشان عايزة أسألِك على حاجة. طلعت إيه ده أنا باعِد لها على إيدي في إيه، ده إحنا كنا بنتعارك بقى. المهم أيوه، أيوه كنت باتعارك معاها. اتعاركنا والّا إيه؟ بُصّوا تمنّي تسِن السِن وتخش تاخد حتة فلفل وتطلع تجري. طيب هنا بقى باكمّل كمية الفلفل وأنا واقفة بارغي مع أميرة وباتكلم معاها، و اللهم صل على رسول الله، وتمنّي كانت واقفة معانا كمان في المطبخ. أنا باحاول أفتكر لكم إيه الموضوع والله أنا مش كان في حاجة أنا مش فاكرة إيه هي بصراحة، طوّلت أوي في الكلام معاكِ يا أميرة. المهم يا جماعة آدي الفلفل بُصّوا، حطيت طبعًا الألوان كلّها على بعضها، وهنا قطّعت جوليان صوابع كده بحيث إن أنا إيه لو عاملة شاورما يبقى فرحانة أوي بالفلفل. طيب هنا بقى يا جماعة اليوم ده أيوه افتكرت لمّا شُفت إيمان جنبي. كان عندي خالي يعني أنا وبناته وأولادهم. اليوم ده كنا بنتغدى فسيخ، طبعًا أمل أختي ودينا كانوا موجودين، أهي دينا أهي كانت لسه جاية وشافت إيمان ودخلت تسلِّم عليها في المطبخ. فإيمان هنا كانت غالبًا بتعمل شاي أو بتعمل إيه يعني واقفة معايا في المطبخ، وأنا هنا كنت باعبّي بقى الفلفل بتاعي. يعني عندي ضيوف وبُصّوا ما فيش فايدة شغالة برضه، ما فيش حد غريب يا جماعة كلّهم أهلي وحبايبي يعني ما فيش حد غريب، دول بيساعدوني كمان. طيب أحلى حاجة في الدنيا اللمة الحلوة بجد والله ربنا يديمها علينا نعمة. هنا بقى اليوم اللي وراه مش في نفس اليوم على فكرة، أنا قعدت بقى مع ضيوفي وجيت تاني يوم رحت غسلت الطماطم ورحت صفيتها كويس جدا، ضربتها وصفيتها بالصفاية، وهبتدي بقى دلوقتي أسبكها، أعمل منها تسبيكة للمكرونة تسبيكة للمحشي، يعني حبة بقى صلصة كده محترمين. هتشوفوا جمالها بقى دلوقتي هعملها ازاي. قطعت هنا حوالي كيلو بصل وانا معايا 5 كيلو طماطم. خلاص حطيت حوالي انا شرقت، حطيت حوالي كوبايه زيت وعليهم قطعه ليا قطعتها صغير كده، وهبتدي اشوح الليا في الزيت. اللي هي بتدي طعم حلو قوي، ما بتحبهاش ما تحطيهاش، انا بتكلم عني انا بحب طعمها في الاكل، وولادي ما بياخدوش بالهم منها وبيحبوا طعم الاكل ومن غير ما يعرفوا ايه اللي جوه الاكل، فبالتالي بستهبل وبحطها. فانتي مالكيش دعوه بيا لو جوزك ما بيحبهاش وانتي ما بتحبهاش، انتي بقى وايه يعني شيلي بقى اللي هي من مخك خالص، خلاص كده ايه فلتت منك دي مش هتعرفي تعمليها. هنا بقى بعد ما اللية بتاعتي بدأت تسيح وتحمر سيكة كده، نزلت بالبصل اللي انا فرمته قدامكم دلوقتي في الكبة. خلاص ده كيلو بصل. هبتدي اشوح البصل بقى بتاعي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت رشة فلفل اسود على الزيت واللية عشان يدي ريحة حلوة. خلاص وهنا زودت سيكة كده حبة زيت صغيرين لاني حسيت ان هي محتاجة زيت. هسيب بقى، بصوا البصل بتاعي بدأ ياخد اللون الذهبي ده اهو، هشوح كده شوية. وهنا بقى هبتدي انزل بقرنين فلفل حراقين، بيدي طعم الفلفل بصوا بيوديه في حتة تانية خالص بجد، بيبقى طعمه رهيب. هشوح الفلفل مع البصل كده شوية لحد ما البصل بتاعي يغمق شوية، وبعدين انزل بقى بالطماطم اللي احنا صفيناها مع بعض من شوية. خلاص طيب بس هنا انا مش عايزة البصلة تتحرق او تغمق زيادة عن اللزوم، لاني التسبيكة دي هتبقى للمحشي هتبقى المكرونة فانا مش عايزاها تغمق يعني، فاهمين؟ هنا نزلت اهو بالطماطم. ضروري جدا مرحلة التصفية يا جماعة، انا ما بحبش احط الطماطم زي ما هي كده واسيبها بقى تستوي وتتهري وبعدين اضرب بالهاند بلندر، ما انا كده يا جماعة القشر زي ما هو فيها، الا اذا بقى عملتي كده وصفيتي بقى الطماطم بعديها، ولو ان دي تبقى اصعب بكتير. انا كده بستسهل. بصوا الطماطم بصوا اتسبكت وبقت عسل ازاي، ما حطيتش لا بابريكا ولا حطيت بنجر ولا حطيت اي حاجه، زي ما هي ده لونها الطبيعي اهو. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم ان انا حطيت شويه سكر وهي على النار عشان ايه يعني تضيع الحموضه منها، بس انا بصراحه ما صورتش الخطوه دي. العلب دي بقى علب فريزر، كنت جايباها من تبر وير من زمان قوي، فانا بحب العلب دي قوي يا جماعه، بحترمها بصراحه. انا عندي كميه اكبر من دي بكتير، بس بصراحه شغلاهم في حاجات تانية في الفريزر. هعبي الصلصه بتاعتي بالشكل ده
بصوا بقى جماله، تخيلي بقى كده تبقي داخله تعملي محشي مش هتسبكي خلاص طماطم، تبقي داخله تعملي مكرونه مش هتسبكي خلاص طماطم، هتطبخي طبخه مش هتسبكي خلاص طماطم. حاجه سهله كده تطلع تفك تشتغلي بيها. هعبي بقى في على قد العلب اللي زايده معايا دي، وبعدين الباقي هحطه في كام كيس كده ايه على قد مج. يعني بصوا ده المج ده كبير على فكره، يعني بيشيل ربع كيلو لبن المج ده، ويمكن ازيد كمان شويه اهو. بصوا هيطلعوا حبه صلصه حلوين ازاي اهو، حلوه قوي. وبعدين الصلصه دي مركزه، ها خدوا بالكم. طيب هعبي بقيه الصلصه بتاعتي في اكياس كده زي ما انتم شايفين، ويبقى انا كده عملت حبه تفريزات جميله. يا رب يا رب كده النهارده اكون الفيديو بتاعي مفيد ومشجع بالنسبه لكم. ولو انت يا بيضه لسه ما اشتغلتيش في تفريزات رمضان، يلا تشجعي معايا. انا عارفه ان في ناس مستنياني بيبعتوا يقولوا لي احنا هنشتغل معاكي حتى لو اتاخرتي. يلا هاتي طماطم وسبكيها، وهاتي فلفل وقطعيه، ملوخيه واخرطيها، اي حاجه بتاخد منك وقت اخلصي منها وحطيها في الفريزر عشان تسهل عليكي نهار رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعودوا علينا بالخير دايما يا رب متجمعين، وكل سنه وانتم طيبين. واشوفكم الفيديو الجاي في حاجات حلوه قوي قوي قوي. الفيديو الجاي استعدي له من دلوقتي معايا عشان ان شاء الله هبهركم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.